دكتور عز، يمكن اهتمامنا بكل حتة في مصر وبكل شبر في مصر حاجة مهمة جدا. اهتمامنا اقتصاديا بالعمالة المصرية اللي بتدر عائد مهم جدا مالي لا يمكن إغفاله صحيح لمصر من العملة الصعبة. النهاردة في المملكة العربية السعودية المصريين بيئنوا خلال هذه الأيام من تسريحهم من قبل الشركات اللي بيعملوا فيها نتيجة للظروف الحالية اللي بتمر بيها الاقتصاد العالمي والاقتصاد في المملكة تحديدا. وكتير من المصريين المفروض ان احنا يعني عملنا وزارة خاصة بشؤون المصريين في الخارج والهجرة. تمام. اين هذه الوزارة من الاهتمام بشؤون المصريين في الخارج؟ في كل مكان. يعني انا المفروض ان انا مكاني كوزارة بقى مش في القاهرة، مكاني كوزارة في كل مكان في المحافظات في الدول دي، في الدول اللي فيها مصريين، وخاصة لما يبقى عندي عمالة بتفوق 2 3 4 مليون مصري او 5 مليون مصري موجودين في الخليج او في المملكة العربية السعودية تحديدا وفي احدى الشركات، والعمالة دي بيتم تسريحها وما انزلش انا اشوف مشاكل الناس بتاعتي ايه. لدرجة وصلت ان احد العمال المصريين نتيجة لان هو ما معهوش فلوس وما بياخدش راتبه بقى له 5 شهور، تمام، رمى نفسه من الدور الرابع في مكة. والحمد لله قدروا ان هم ينقذوه الحمد لله. مشاكل الإقامة والعمالة والكفيل والمشاكل اللي حضرتك عارفها دي كلها امتى نقدر نحلها؟ لان هي دي اعتمادي، هي دي اللي بتجيب لي فلوس عملة صعبة من بره. طبعا ما احنا بنعاني يا فندم، بنقول بقالنا 4 سنين او 5 سنين اهو بعد 2011 ثورة يناير بنعاني من نقص في الموارد الدولارية. ويمكن برضه في خطاب الرئيس في التنصيب قال احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في نقص الموارد الدولارية وموضوع السياحة والكلام ده. وطبعا من اهم مصادر الاحتياطي النادي الاجنبي التحويلات العامة في الخارج. احنا بنتكلم في اقل تقدير 14 مليار دولار. فطبعا لما يحصل عندنا مشكله في بلد زي السعوديه واحنا في علاقات طيبه جدا 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 بيننا وبين السعوديه، ويحصل مشكله للعاملين وعندنا قنصليه وعندنا سفاره وعندنا وزاره للهجره، وزاره الدوله، وما نقدرش نحل مشاكلهم، يبقى دي في مشكله، دي علامه استفهام. لما الاقي ان العماله حد يرمي نفسه عشان ما خدش مستحقاته من الخارج بقاله 5 شهور، دي مشكله كبيره جدا، وعياله وبيته ومدرسه بالظبط. وانا اعرف ان احد الشركات يعني المصريه بتعمل في السعوديه وشركه كبيره جدا جدا مستحقاتها واقفه في السعوديه بقى كتير جدا، عامله مشروعات هناك ومستحقاتها واقفه. برضه دي فين الدوله من التدخل؟ يعني وما الشركه دي بيشتغل فيها مصريين برضه، تمام، ما الشركه المصريه اللي موجوده بره شغال فيها مصريين، واكيد برضه متاخرات عليهم متاخره، يعني ليهم مرتبات متاخره. فعلامه استفهام، فين وزاره الهجره؟ فين السفاره اللي موجوده بتاعتنا المصريه في السعوديه عشان التدخل او على تكشف ايه الدواعي والاسباب اللي حصلت دي بتخلي الناس بتاخر مرتباتهم؟ واحنا في علاقات يعني مش عايز اقول استراتيجيه، ده احنا علاقات طيبه جدا جدا مع السعوديه. تمام. ما تصورش ان يعني جلاله الملك ابدا ان هو يكون يرضى بهذا الموقف. لو تم طبعا يعني عرض الموقف عليه لا يمكن هيرضى بهذا الموقف. فلا موضوع انخفاض البترول هيأثر في عمالة في مرتباتها لا بالعكس. انا ما اعتقدش ان السعوديه ان كانت بتخسر من مكاسبها في موضوع انخفاض سعر برميل البترول، لكن السعوديه قويه جدا. السعوديه عندها تريليونات من الدولارات موجوده في الخارج. السعوديه عندها احتياطي يعني يتجاوز 800 مليار دولار. فالسعوديه قادره مش بس تقعد عشرات السنين ما بتحتاجش للبترول بالاحتياطيات الدولاريه اللي عندها. موضوع ان السعوديه بتقترض والسعوديه مش عارف بتاخد من ايه، هي بتقترض من السنديه السياديه اللي موجوده بره، يعني من فلوسها برضه. ولما تقترض من بنك من البنوك عشان اصدار سندات وتاخد لها 10 20 مليار دولار، دول يعني ما يمثلوش حاجه جنب حجم ثروه السعوديه اللي موجوده سواء في الداخل او في الخارج. فما اعتقدش ان مشكله العاملين متعلقه بموضوع البترول خالص. المشكله قد تكون متعلقه باحد الشركات. حضرتك تفضلت وقلت ان هي شركه معينه الرفعه اللي وقعت فالشركه دي فيها عاملين، فعشان الشركه دي وقفت فيقوموا يصرحوا عاملين. ده طبعا ده كلام فارغ يعني. وحتى هم لو يصرحوا عاملين احنا ما ينفعش الدوله تصدرهم، دي كميه كبيره من العماله تصدرهم لمصر ليه في ظل الازمه اللي احنا فيها. في شركات تانية تستوعبهم وشغاله وموجوده. يعني الشركه اللي هي حلت محل الشركه الموجوده، اعتقد ان هي شركه تبع المملكه تستوعب العماله الموجوده حاليا. يعني هي المشكله دكتور كمان انك انت مرتبط بكفيل ومرتبط بالزبط. بكفاله ومرتبط بمدارس، ولادك في المدارس. طب. المدارس بتاعتك ما بيتجددش لاولادك في الترم الجديد غير لما يبقى معاك الاقامه. مظبوط. تروح البنك عشان تسحب فلوسك من البنك ما حدش بيتعامل معاك في البنك، ممكن يقفل الحساب بتاعك نتيجه لان الاقامه بتاعتك خلصانه او ان الكفاله بتاعتك خلصت. تمام. ايا من كان من هذه التعاملات انا اجيب فلوس منين؟ يعني انا مصري في الغربه معايا مراتي وعيالي،
اكل منين وانا مرتبي 5 شهور واقف؟ وفين بقى زي ما حضرتك قلت كده، فين السفاره المصريه، فين السفير المصري، فين وزاره الهجره والعاملين بالخارج، فين 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 فين؟ كل دي علامات استفهام، لان دول اقول لحضرتك حاجه ظريفه قوي سمعتها من واحد منهم، بيقول ان بعض رجال الاعمال والمستثمرين بدأوا يتعاملوا مع المصريين القادمين على الطيران السعودي والطيران الخليجي من خلال مندوبين ليهم داخل المطارات المختلفة، ويقول له بياخد منه الدولار. بيتم الآن في طابة احتفالات مراسم رفع العلم المصري على منطقة طابة، واستعداد لهذه الاحتفالية الكبيرة احنا شايفينها معانا على الهواء. دكتور، يمكن كل دي علامات استفهام لموضوعنا مرة أخرى. ده حقيقي. بتشير انتوا ساكتين ليه؟ او مستنيين ايه؟ هل الموضوع بهذا الحجم الكبير ان انا ما اتدخلش اشوف مصالح المصريين ولادي اللي موجودين بره اللي بيدخلوا لي فلوس؟ وانا كنت بقول لحضرتك ان احد رجال الاعمال والمستثمرين بيتعامل مع باعت مندوبين ليه في المطارات يجيبوا المصريين اللي جايين من بره، ويقول له هناخد التحويلات منك من مكانك، وبدل ما انت الدولار بتاخده من هنا ب 7 جنيه ولا ب 8 جنيه ولا ب 9 جنيه، ب 10 وب 11 وب 12، وفلوسك هتجيلك لغايه عندك. مظبوط. انا فين من كل الكلام ده؟ ما هو دي برضو من ضمن الازمات اللي بتعاني منها مصر حاليا في موضوع الدولار. ويمكن انا قلت يعني كده في وسائل الاعلام ان احنا عندنا مشكله ان في مكاتب ومندوبين كده بيشتغلوا في الخفاء موجودين في الامارات مراكزهم، وفي الاردن، وفي الكويت، وبيستقبلوا تحويلات العاملين دي من عندهم هناك من المنبع على طول، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، بياخدوه ب 11 ونص وب 12 جنيه، وبيتصل بالقاهره يسلم الفلوس المصري في القاهره لاهله وزويه يعني، وهو ياخد منه الدولار بره. فده على الاقل يعمل لك عجز مش اقل من 4-5 مليار دولار كانوا داخلين عندك من العماله اللي موجوده. الحصيله بتاعتك اللي انت بتعتمد عليها كل سنه. دي حصيله مهمه، ده كل شهر يا فندم التحويل دي بتتم، وكانت بتنجز معانا كتير زي جنب قناه السويس عشان السياحه بعافيه دلوقتي. فانا عندي دول الموردين اللي انا بهتم بيهم كل شهر، قناه السويس وتحويلات العاملين عشان السياحه بعافيه والتصدير شويتين، وازمه الدولار. فعندنا ازمه كبيره جدا في الدولار، دي احد اهم اسبابها. تمام. ويمكن اقتصاديا كمان يا دكتور، عدد العماله المصريه اللي موجوده بره في المملكه العربيه السعوديه، احنا علاقتنا مع السعوديه الحمد لله الحمد لله ربنا يديمها نعمه يعني طيبه لابعد ما تكون. صحيح. طول السنوات الماضيه، وكانت نتيجتها ان الكثير من العماله المصريه بتتجه الى المملكه العربيه السعوديه. فالنهارده ده مكان انا ما اقدرش اهمله، ما اقدرش اسيب الناس اللي فيه كده، ما مديلهمش ايد المساعده، سواء كوزاره خارجيه او كوزاره المصريين العاملين في الخارج والهجره، او كرئيس وزراء او كرئيس جمهوريه. ما فندم هم هيجي لك يعمل لك مشاكل اجتماعيه. ما هو هيجي بقى عاوز يرجع بلده وعايز يشتغل وعاوز 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 وعاوز، ولو ما شغلتوش هيعمل لك مشاكل جوه البلد. ما هو خلاص بقى يأس. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. فانت ليه يعني الدوله زي السعوديه تصدر لك بطاله جديده عندك، واحنا بنعاني ان احنا عندنا بطاله وعايزين تشغيل وعايزين مصانع وعايزين استثمارات وانت تتفاجئ ان جايلك ناس لا في حرب هناك، يعني هي مش سوريا ولا هي العراق ولا هي اليمن ولا هي ليبيا، دي بلد مستقره، فعندهم مشكله عماله ما تحلها هناك قبل ما يجي لك الناس دي عندك يعمل لك مشكله. فاحنا مش محتاجين مشاكل، ما كفايه عندنا يعني بطاله وعندنا لاجئين، فالبلد كمان يعني مش متحمله ضغط داخلي. فلو ده حصل اتصور ده هيبقى مشكله كبيره جدا جدا على، يعني مش عايز اقول ان الرئيس يتدخل شخصيا طبعا بعلاقاته الطيبه، يعني انا ما زلت برضه بناشد يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه التدخل لحل مشاكل المصريين في المملكه العربيه السعوديه، في شركه بن لادن والشركات اللي موجوده في المملكه بتسرح العماله المصريه، وبقى لهم اكتر من 5 شهور ما قبضوش الراتبات بتاعتهم ومش عارفين يعيشوا ازاي، الفيزا واقفه والاكل واقف والشرب واقف وكل حاجه واقفه، بيستلفوا من بعض. النهارده خلصوا الفلوس، وصلت ان واحد بيرمي نفسه من الدور الرابع علشان يموت.